السلام عليكم ورحمة الله. وش راكم؟ وش حوالكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. رجعت لكم اليوم بهذه التحلية الرائعة اللي متأكدة مليار في المئة أنها تعجبكم. هذه التحلية رائعة شكلا ومضمونا، يعني بنينة بنينة ما تشبعوش كامل منها، وفي نفس الوقت بريزونتابل وتحمر لكم وجوهكم. قبل ما نبداو الوصفة روحوا ديروا جيم للفيديو، واللي مازال ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس باش يوصلكم كامل جديد نتاع الفيديوهات القادمة. اول حاجة نبداو بها في هذه الوصفة هي الجينواز ولا البسكوي اللي راح نديروه في الفريزين تاعكم. بالباتور ولا بالبيتران طلعوا 5 بياض البيض مع رشة تاع ملح، وكي تشوفوه بدا يكون الرغوة وبدا يطلع ابداو تضيفوه في 150 نتاع سكر، تبداو تضيفوا فيها بالشويه، في نفس الوقت راكم تطلعوا في البيض، تخلوه يطلع حتى وين تشوفوه ولا كالموغينغ كيما راكم تشوفوه في الفيديو. هنا نبداو نضيفوه في الصفار البيض نتاع البياض اللي كنا طلعناه، نضيفوا كامل الصفار هنايا باش نحافظوا على القوام نتاع البيض نتاعنا ما يهبطش. نواصلوا التخلاط، في نفس الوقت نزيدوا فنجان نتاع قهوه نتاع زيت. هذا الفنجان راح يخلي لكم البسكوي نتاعكم طري وما يجيكمش ناشف. نخلطهم كامل مع بعضهم مليح مليح حتى وين تشوفوا الزيت دخل مع البيض. هنا نحيو الخليط نتاعنا من البيترا، ونبقاو نضيفوا في 150 غرام نتاع فرينه، نضيفوها بالتدريج ونغربلوها. هنا نسيت ما درتش لافاني في الاول، درتها مع الفرينه. بالنسبه لطريقه الخلط تكون من الاسفل للاعلى هكذا باش تدخلوا الهواء للبسكوي نتاعكم، وفي نفس الوقت ما تهبطوش البيض نتاعكم، تبقاو محافظين على هذيك لاموس. نبقى نخلط بنفس الطريقه حتى وين نكمل الكونتيتي نتاع الفرينه. هنا نجيب البلان تاعي اللي كنت درت فيه بابي كويسون باش ما تلصقليش، ونفرغ فيه كامل الخليط ونوزعه في كامل البلا بالتساوي كيما راك تشوف. ومن بعد نحاول نخبط البلان تاعي خبطه خفيفه هكذا باش نخرج منه الفقاعات الهوائيه اللي يكونوا لداخل. وهنا نكون ديجا سخنت الفور على حراره 180 درجه. ندخل البسكوي نتاعي يطيب مده ربع ساعه، يحمر، تشوفوه حمار في الاطراف. اذا حمر لكم من فوق نحوه، اذا ما حمر شعلوا عليه من الفوق يولي دوغي نحوه. وكما دائما نقول لكم ما تتقيدوش بالوقت اللي نعطيه لكم، باسكو لي فوغ نتاعي ونتاعكم ماهمش كيف كيف. من الاحسن تعسوه من شفتوا الاطراف حماروا طفوا عليه من تحت وشعلوا عليه من الفوق يزيد يحمر. حطيت البسكوي نتاعي طيب، ونروح نحضر الكريم باتيسير اللي هي اساس الفريسي. في اناء درت 70 غرام مايزينا مع 4 نتاع صفار البيض و95 غرام نتاع سكر، قسمتها بين 500 غرام نتاع حليب وبين الخليط هذا نتاع المايزينا. ومن بعد ضفت شويه من الحليب مع الخليط نتاع المايزينا هكذا باش يتحلل لي مليح، ومن بعد نرفد الخليط نصفيه فوق الحليب باسكو دار لي الجون دوف، دار لي شغل تكتلات. هنا نصفيه، اذا ما دارلكمش تقدروا ما تصفوهش. اما بالنسبه للزبده نحتاجو 40 غرام راح نضيفوها في الاخير هي واللافاني. ورايحه نخلي لكم كامل المقادير مكتوبه في صندوق الوصف. نحط الخليط نتاعي فوق النار ونبقى نحرك، ما نحبسش التحريك باش ما تحرقليش وباش ما تتكتلش حتى وين يثقل الخليط كما راكم تشوفوا فيه هكذاك، وما نحبسش الخلط حتى يولي لي القوام كريمي وليس. في الاخير هنا وهو الكريمه سخونه نزيد لها الزبده ونخلطها حتى تذوب الزبده ولافاني. تفرغوها في اناء، تغطوها بابي سيلوفان وتحطوها. انا حطيتها في الكونجيلاتور باسكو كنت مزروبه، اذا كان عندكم الوقت تقدروا تحطوها في الفريجيدير برك حتى وين تبرد.
هنا كان طاب البسكوي نتاعي، خرجته كيما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاه جا ما شاء الله الطري. قلت لكم هذه الوصفه، والفنجان هذاك نتاع الزيت هو اللي راح يخليها لكم طريه وما تجيش ناشفه. هذه الوصفه بالذات تقدروا تعتمدوها في الكيك نتاعكم، في البسكوي رولي، تقدروا ديروا بها بزاف لي غوسات. ملاحظة فقط، أنا هنا خشنت البسكوي نتاعي باسكو كنت حابة الفريزي تجي طاغي عليها البسكوي. مي إذا حبيتوا ديروا بها بسكوي رولي ديروا 3 حبات بيض برك في هذا البلا، ما ديروش 5 كيما درت أنا. المهم كتعودوا حابينها تجيكم رقيقة نقصوا البيض، إذا كنتوا حابينها تجيكم خشينة كثروا البيض وهي ماشية. كيما شفتوا بعد ما برد في البسكوي نتاعي نقطعه على الشكل المول اللي رايحه نخدم به. نقطع ان بياس بنفس الحجم، ووحده نصغرها شوي باسكو راح نديرها في الداخل في الحشو. دوك تشوفوا معايا كي نكون نمونطي فيها تشوفوا كيفاه الحجم كيفاه يختلف. وهنا بعد ما بردت الكريم باتيسير اللي حضرتها نجيبها ونديرها في البيتخا نطلعها ونزيد عليها 3 ملاعق نتاع بودرة شونتي. بودرة شونتي راح تخففها وتجيكم بنينة بنينة، تعرفوا تروح لها كامل ديك البنة تاع المايزينا. نطلعها مليح حتى وين نشوفها بدات تبيض، ثم نحبس ونعمرها في لابوشادوي. لابوشادوي راح يساعدكم في الخدمة، اما تقدروا تستخدموها بلاه. هنا نقطع الفراز، نخير الحبات نتاع الفراز يكونوا قد بعضاهم واللي يجوني في المول. يعني اذا كان المول تاعك كبير خيريهم كبار، اذا صغير ديري الصغار. تقيسي حبات الفراز قبل ما تقطعيهم، تقيسيهم في المول تاعك ثم تعرفي الحجم اللي تخيريه. نحي لهم هذاك الحشيش الاخضر ونقطعهم بالطول كيما راكم تشوفوا، ونجيب حبات واحد اخرين اللي يكونوا حجمهم ما نحتاجوش نقطعهم كاريات صغار للحشو. ومن بعد نجيب هذا السارسو. انا استعملت شكل قلب، نتوما تقدروا تستعملوا اي شكل تفضلوا. نشربوا بالسيرو اللي كنت ديجا درتو. بالنسبه للسيرو درت فيه كاس سكر مع كاس ماء، ومن بعد ما يذوب السكر فوق النار نضيف لهم في الاخير لافاني، هكذا يجي منكه بلافاني. نشرب قلت لكم الطبقه الاولى نتاع البسكوي اللي كنت درتها بنفس الحجم نتاع المول، ومن بعد نستف الفراز على الاطراف بهذا الشكل، وحاولوا ما تخلوش فراغات باش يجيكم الشكل النهائي نتاعكم بيان فين. ومن بعد نجيب الكريم باتيسير نتاعي ونبدا نعمر قبل الفراغات اللي بين الحبات نتاع الفراز، هكذا باش نضمنوا باللي ما بقى حتى فراغ. ملاحظه فقط بالنسبه للكريم باتيسير، من الاحسن يعني نصيحه اذا كان عندكم المول نتاعكم قد نتاعي ولا كبير، ديروا لتر نتاع حليب وتضاعفوا كامل المقادير، باسكو انا ما كفاتنيش. لو كان ماشي الفراس كان عندي بزاف كثرت الحشو، لو كان راها ما كفاتنيش. اما اذا كان المول تاعكم صغير راح تكفيكم. مام اذا بقات لكم لا كريم تقدروا تديروا بها تحليات واحده اخرين، رايحه نحاول ندير لكم فيديو عليهم، بصح ما نديروش في القناه، رايحه نديرو في الانستغرام. اللي مازال ماهوش متابعني في الانستغرام راح نخلي لكم رابط تاع الحساب نتاعي في صندوق الوصف، هكذا كامل تدخلوا وتشوفوا التحليات اللي رايحه نديرهم لكم بالكريم هذه كي تبقى لكم. كيما شفتوا بالماغيس حاولت نملس كامل الاطراف نتاع الكريم اللي درتهم، والكميه اللي بقات لي درتها في الوسط وثاني ملستها، ومن بعد جبت الفريز المقطع مكعبات ودرته في الحشو. ومن بعد قلت لكم ديجا كنت درت شكل نتاع بسكوي كبير وواحد صغير، هذا هو الصغير اللي درته اللي قلت لكم راح نديره في الحشو. درته فوق الحشو نتاع الفريز، ومن بعد ثاني نزيد نشربه. وهنا كي حسيت لا كريم ماهيش راح تكفيني كما قلت لكم ما كفاتنيش، زدت حاولت نعمر الاطراف بالفراز هكذا باش الكميه اللي بقات لي تاع لا كريم تكفيني باش نغطي الفريزي نتاعي من الفوق. نغطيها كامل كما راكم تشوفوا، ونحاول نفيني السطح نملسه مليح، ومن بعد نرفدها كيما راها ونحطها في الكونجيلاتور. حطيتها في الكونجيلاتور مدة ساعتين باش نقدر نديموليها. اما اللي يكون عندها الوقت تحطها في الفريجيدير برك مدة 4 ساعات.
بعد ما بردت كامل وشدت روحها، نجيبها نحطها ديريكت فوق الحاجه اللي رايحه نبريزونتيها فيه هكذا، باسكو اذا ديموليتوها ما كمش راح تقدروا تعاودوا تحركوها من بلاصتها. هنا جبت الشاليمو وسخنت الاطراف هكذا باش نقدر نديموليها، وزدت ثاني نحيت الاطراف بالموس باش تجيني سهله وما يفسدليش الشكل نتاعها. قبل ما نحي السارسو هنا ندير قبل هذاك الوجه نتاع البيستاش، غطيت كامل الوجه بالبيستاش. انتي تقدري تستغني على هذه المرحله، يعني يبقى الديكور على حسب الذوق. اذا ما كنتوش راح نديروا هذا الخطوه تقدروا تنحوا السارسو وتبداو في الديكور نتاعكم. هنا برك باش يجوني الحواف مفينين وما يتشوهوليش الاطراف بالبيستاش. نحيت السرسو بكل سهولة كما راكم تشوفوا، ومن بعد هنا نبدا في الديكور. بالنسبه للديكور هنا كانت عندي لامورينغ خدمتها من قبل. اذا راكم شايفين الفيديو نتاع لي تارتولات درت فيه التارت سيترون ودرت فيها لامورينغ وقعدت لي منها، فدرتها فوق البابي كويسون، درتها في البلا ديجا اللي قلت لكم عليها وحطيتها فوق البوال اللي نسخنوا عليه. خليتها ليله كامله، في الصباح لقيتها طابت وحكمت روحها كما شفتوا. هنا باش ما نطيش هذيك لامورينغ اللي قعدت لي، من الاحسن نستغلها في حاجه واحده اخرى. خدمتها ودسيتها في ساشي برك، خلقتها مليح ودرتها في الفريجيدير تبقى كيما راها. وهنا بالنسبه للديكور قلت لكم يبقى حسب الذوق. انا درت هذا الديكور، ان شاء الله يكون عجبكم. وفي الاخير نسخن شويه جولي ولا ناباج وندهن به الفخوين تاعي باش يولوا يبريو. اليوم مانيش راح نقطع معكم الفخيزي باسكو درتها كهديه. قولوا لي رايكم نتوما في التعليقات، اسكو جات مليحه واسكو حمرت لي وجهي ولا لا، وش تتوقعوا ثاني، اسكو عجبتهم ولا لا. خلوا لي هذو كامل في التعليقات. وهذا هو الشكل الفريزي نتاعي النهائي. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه نتاع اليوم، ونتمنى تجربوها وترجعوا تقولوا لي رايكم فيها في التعليقات. وفي الاخير ما تنسونيش بالدعم نتاعكم بلي جيم ولي كومونتير، ولي مازال ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس باش يوصلكم كامل جديد. وهنا ما عليا الا نقولكم تهلاو لي في رواحكم، والى الملتقى في فيديو قادم ان شاء الله.